الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متابعينا الأعزاء، اليوم جينا لكم بوصفة جديدة وبسيطة وسهلة ومكوناتها موجودة بكل بيت، وهي طريقة الكنافة بالخبز البايت. جربوها راح تعجبكم كتير. شوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض. نحتاج إلى خبز بايت. نقوم بتقطيع الخبز مثل ما انتم شايفين. كل ما كان الخبز بايت يومين او 3 بيكون افضل وسهل في الفرق. نجيب محضر الطعام. اذا موجود عندك محضر الطعام ممكن تفركيه فيها. في ناس ما عندهمش يعني لا مطحنه ولا مطحنه توابل ولا محضر الطعام، ممكن حفرجيهم هلقيت الطريقه اللي بيفركوه فيها، طريقه يدويه. زي ما انتم شايفين حضرناه محضر الطعام. نشغله وبهيك بنكون احنا طحنا كمية الخبز. هي عقد ما بدك، عقد المكيال اللي انت تعمليه، ممكن 5 رغيف اكتر اقل اللي بدك اياه. هيك تكون جهزت عنا كمية الخبز اللي طحناها. بالنسبة للي ما عندهمش مطحنة، سردالة المفتول، وبنجيب الخبز اللي بدنا نستخدمه البايت وبنفركه هيك. فيه بهذا الشكل. شفتوا كيف بنفرك؟ بيطلع عنا نفس النتيجة ونفس النعومة. هذا في حال لما يكون معكيش محضر الطعام خبز بعد الطحن مثل ما هو موضح لكم وناعم كتير. وهذا المطلوب يكون ناعم بهذا الشكل علشان تطلع معنا النتيجة كنافة مثل كنافة المحلات. الخبز جهزناه بهذا الشكل. بنضيف نص معلقة صغيرة صبغة لون الأورنج وبنحركها منيح زي ما انتم شايفين. بعد ما حركناها وخربطناها كويس مع الخبز الصبغ اللون، بنضيف معلقة كبيرة سكر بودرة. ضروري يكون سكر بودرة. سيحنا السمنة وبنضيف منها شوية ونفرك فيها الكنافة زي ما انتم شايفين. كل ما نشوف ناشفة هيك بنزيد عليها شوية سمنة من اللي سيحناها ونفرك مع بعض. نستمر فيها بهذا الشكل لغاية ما تشرب كل السمنة حطيناها. بالنسبة لك هي كمية السمنة اللي بتستخدميها، نمسكها بإيدنا هيك لقيناها تماسكت كتلة واحدة بتكون السمنة كفاية. تعالوا نحضر معكم حشوة الكنافة. لتحضير حشوة الكنافة نحتاج إلى 3 كاسات حليب سائل. بالنسبة للحليب إذا مش متواجد سائل ممكن تستخدمي حليب بودرة، اللي هو لكل كاسة مية كاستين معلقتين حليب بودرة. بنحط معلقة كبيرة فانيلا، معلقة كبيرة سكر، نص كاسة نشا، معلقتين سميد، معلقة كبيرة من زهر. كل هذا بنحطه بنحركه على البارد. بعد ما تذوب المكونات كلها مع الحليب نرفعها على النار. نستمر في التحريك لحد ما تصبح في القوام اللي احنا بدنا اياه. اول ما يتقل عندنا القوام كده بنضيف علبة القشطة. نستمر في التحريك. اصبحت القشطة عندنا جاهزة بهذا القوام. نسكبها بصحن ما انتم شايفين. وخطوة مهمة هلقيت لازم نتركها تبرد تماما. شوية سمنة وندهنها بالصينية
زي ما انتم شايفين. بنقسم الخلطة قسمين. هاي القسم الأول نطبه بالصينية، ندب هيك بدينا. وهيك جهزنا الطبقة الأولى من الكنافة. بنجيب القشطة اللي طبخناها، نفرد القشطة بهذا الشكل، مش لازم نوصلها لجناب الصينية عشان لما نخبزها ما تنحرق معنا طبقة القشطة أثناء الخبيز. نكون حذرين واحنا بنخرج في الطبقة الثانية من الكنافة عشان ما تطلعش معنا طبقة القشطة تنخلط مع عجينة الكنافة. هيك أصبحت صينية الكنافة جاهزة للخبيز. بندخلها الفرن متوسط الحرارة، بنحمرها من تحت. لما نشوف الجناب هدول بدوا يحمروا تحمرت من تحت بننزلها تحت، بنعطيها شوية نار بنحمر وجهها. هيك صينية الكنافة أصبحت جاهزة وزيناها بالقطر زي ما انتم شايفين. بنزينها بالفستق الحلبي. بصحة وعافية، وما تنسونا من الاشتراك في قناتي والشير.